السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اولا انا حابة اشكركم جدا على التفاعل اللي عملتوه على اخر فيديو، متشكرة جدا ليكم. ربنا يبارك في عمركم ويجعلني عند حسن ظنكم. وخلونا ندخل النهاردة في الفيديو على طول، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. واذا ظهر اي اعلان فيه موسيقى او مخالفة لدين الله ارجوكم اعملوا تخطي للاعلان او وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. في اوقات الواحد بيبقى ماشي كده في الدنيا وهو على اخره، مش باين علينا زعل، مش بنزعق، مش بنعيط، بس جوانا زحمة مشاعر وزحمة افكار وزحمة طلبات في البيت وزحمة توقعات من الناس، لحد ما بنبقى عاملين زي كوباية الشاي اللي بتفور وانت مش واخدة بالك، فبتلاقي نفسك فجأة محتاجة ترجعي لنفسك. هقولك على حاجة، انا عن نفسي لما بحس ان انا وصلت للمرحلة دي اول حاجة بعملها بفتح الشباك الصبح باخد نفس من مناخيري جامد واسيبه شوية وبعد كده اطلعه من بقي. النفس ده بالنسبة لي زي زرار الراحة. عارفة لما جهاز التليفون بتاعك يهنج وتسيبيه شوية يهدى، بعدها تضغطي على الريستارت بتلاقيه اشتغل معاكي؟ اهو احنا كده بالظبط، محتاجين من فترة للتانية ناخد نفس في هدوء ونرتاح شوية. الهوا لما بيدخل النفس وبتاخديه كده وانت عايزة تحسي بالراحة بينظف، مش بينظف البيت، لا ده بينظف دماغك، بيحسسني ان الدنيا لسه فيها متسع، لسه فيها راحة ان شاء الله، لسه فيها نور. واحنا اصلا محتاجين النور ده، لان الست لما بتتخنق مش بتتخنق لوحدها، دي بتتخنق هي وطاقتها وبيتها واحيانا شعرها. بنبقى شايفين شعرنا منكوش ومش حاسين ان احنا عاوزين نسرحه، انتي ما عندكيش طاقة اصلا. عارفة لما الحوض يتسد ومش عارفين نستخدمه عشان كل ما نستخدمه يا السددان بيزيد يا إما المية هتغرق الدنيا، ففي الحالتين في أضرار، فبنروح بسرعة نجيب حاجة نسلك بيها الحوض عشان المية ما تغرقش الدنيا وعشان نعرف نستخدم الحوض ونكمل حياتنا. أهو إحنا بقى الحوض بحكم الحياة والتعامل مع الناس في حاجات كتير عمالة تتحشر جوانا، وللأسف لو ما نضفناهاش أول بأول وما شفناش حل ليها هتيجي علينا احنا اول ناس بتضرر. فمحتاجين نمشي في الحياة واحنا جوانا السلكة اللي هنسلك بيها الحوض، نشيل الزحمة، النكد، صوت الناس، الكلام اللي اتقال علينا بالغلط، الكلام اللي اتقال لنا من غير قصد، والكلام اللي محدش قاله بس احنا افتكرناه. اي حاجة ممكن تعكر عليا وتتعب لي نفسيتي اشيلها وابعد عنها تماما. في جملة في كتاب بتقول ابحث عن اللحظات الصغيرة التي تعيدك الى نفسك، وانا كل مرة اقرأ الجملة دي بضحك، لان دايما بلاقي نفسي في حاجتين، اول حاجة حفظ القرآن وفي كوباية الشاي او القهوة. والله ويا سلام بقى وانا بشربها في هدوء وهم عيالي في المدرسة، مفيش احلى من كده. ما لقيناش الحمد لله نفسنا في السفر ولا في الفلوس، لقيناها في الشاي والقهوة يا جماعة. بس بصراحة ده الصح، ده الطبيعي. ربنا ما خلقش الطمأنينة في الحاجات الكبيرة، خلقها في التفاصيل. وهو قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مش قال بالعربيات ولا بالسفر ولا بالشنط الغالية، لأ، طمأنينة، ذكر، هدوء، خطوات بسيطة. وانتي ماسكة الكوباية شوفي كده البخار وهو طالع، وقفي أي حاجة بتعمليها واستمتعي بقعدة شرب الشاي دي أو القهوة. مش هيجرى حاجة على فكرة، بس اشربي الكوباية كده وانتي قاعدة في هدوء، ولا ماسكة تليفون ولا بتعملي أي حاجة تانية، حتى لو 10 دقايق، بس 10 دقايق دول بيفرقوا فرق، بيحسسوكي ان الدنيا مش واقفة على حد ولا عليك انت شخصيا، لان الحياة مش مستاهلة اصلا، وربنا قادر يصلح لك قلبك تاني ويدخل فيه النور والطمأنينة والسكينة. لان لما يدخل جوه قلبك الطمأنينة والسكينة بتعرفي تتعاملي في الحياة، بتعرفي تمشي يومك، بتعرفي تتقبلي اللي حواليكي، بتعرفي تتعاملي معاهم بإذن الله. في آية في سورة الفتح بتقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ربنا هو اللي بينزل السكينة والطمأنينة في قلوبنا، مش بأي حاجة تانية. طب ليه احنا بنبقى محتاجين السكينة والطمأنينة؟ لنزداد إيمانا مع إيماننا، وقتها بإذن الله ربنا هيكون راضي عنك وسيدنا محمد إن شاء الله، وهنعرف نعيش في الحياة واحنا مش تعبانين لأن ربنا راضي عني، ولا حاسين إن خلاص مش قادرين نكمل وإن احنا خلاص جبنا آخرنا. السكينة والطمأنينة لما تكون في القلب بتخليكي بإذن الله تعرفي تعملي حاجات كتير حلوة، بتصلي إن شاء الله أحسن، بتذكري ربنا وانتي قلبك مرتاح ونفسيتك مرتاحة ومبسوطة، وبتعرفي تعملي عبادات أكتر، وبتعرفي تعملي خير وحاجات حلوة مع الناس.
حتى بتعرفي تتعاملي مع الناس افضل باذن الله طبعا. طيب خلينا في المهم، ازاي نرجع لنفسنا؟ اول حاجة تعترفي، ايوه تعترفي انك وصلتي النقطة انك محتاجة تنضفي اي كركبة دخلتيها جواكي، وانك محتاجة وقت، وانك محتاجة تهدي، وانك محتاجة سكون. مثلا لما تحسي ان الدنيا رمت عليكي كتير، روحي اغسلي طبقين 3، وما تغسليش المواعين وانتي قافلة بقك. هتقولي لي انا هتصل باختي او بماما اتونس معاهم، اهو مني اخلص من غير ما احس ومني افضفض معاهم شوية. هقولك لا، لو سمحتي ما تعمليش الحاجة دي. انا عايزاكي وانتي واقفة عليكي وعلى الاستغفار او التسبيح او الصلاة على النبي او لا حول ولا قوة الا بالله، او لو في اي ذكر انتي بتحبيه وبترتاحي بعد ما بتقوليه، وقولي يا رب انت قلت في كتابك الا بذكر الله تطمئن القلوب، وانا هقول يا رب دلوقتي الذكر ونزل على قلبي الطمأنينة والسكينة والهدوء. من بعدها بإذن الله هتلاقي نفسك بتقولي الله، ده الدنيا سهلة اهو. ليه؟ عشان رجعت لنفسي، رجعت لمرسى قلبي، رجعت للحتة اللي جوايا اللي فيها ربنا وفيها الطمأنينة وفيها قوتي. في كتاب كان بيقول إن أعظم معركة ياخدها الإنسان هي معركة بينه وبين نفسه، وأنا الصراحة شايفة إن الست بتخوض كل يوم معارك، في غسيل، في أكل، في بيت، في شغل، في أطفال، في مسؤوليات، في توقعات المجتمع. يا سلام بقى على التوقعات دي، تحسيهم ماشيين وراكي يقولولك اعملي ما تعمليش، ليه قلتي ليه سكتي، ليه اتأخرتي ليه استعجلتي، ليه ضحكتي ليه ما ضحكتيش. وهنا اللحظة اللي لازم تقولي فيها بس كفاية، وترجعي لنفسك، تقفلي الباب عليكي حتى لو 5 دقايق، ترتاحي، تشربي لك أي حاجة انت بتحبيها، تشمي هوا نضيف، تمسكي مصحفك وتقولي أي دعوة انت نفسك تقوليها في الوقت ده، بس قوليها بصدق. الدعوة اللي هتخرج من قلبك وانت على آخرك ربنا إن شاء الله بيسمعها. هو ربنا بيسمعنا في كل وقت، بس البني آدم لما بيكون في لحظة فعلا محتاج ربنا فيها قوي بيتكلم فعلا مع ربنا بصدق، فبإذن الله ربنا هيطمنك وهيفتح لك أبواب ما كنتيش أبدا تتوقعيها. ربنا قال في آية في القرآن: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أول حاجة ربنا قالها في الآية ولقد خلقنا الإنسان، هو اللي خلقك وهو اللي عارف كل تفصيلة فيكي، وعارف كل حاجة تمشي ازاي وهترجع صح وتبقى أحسن ازاي بعد كده. بعد كده ربنا قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تعود إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا أقرب ليكي من حبل الوريد اللي هو أقرب شيء لجسمك، والقرب هنا هو قرب العلم والقدرة مش قرب المسافة. الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان بعلمه وبإحاطته وبكل حاجة بتحصل لك وبكل اللي بيدور جواكي من أفكار ووساوس، وبقدرته التي تشمل كل شيء. عايزاكي برضو تفهمي إن الموضوع مش شكل البيت وإن البيت لازم يبقى كله تمام وكله زي الفل. الموضوع هو شكل قلبك، لو قلبك وقع البيت كله بيقع، ولو قلبك اتعدل والله العظيم البيت ده بينور، مش من نور اللمبة، لا ده من نور قلبك انتي. أكيد كلنا مرينا بوقت لما بنكون في سكينة وطمأنينة في قلبنا بنعرف الحمد لله نمشي البيت وبنعرف نمتص أي حاجة بتحصل حوالينا، وبالتالي البيت الحمد لله بيكون أحسن كتير. عارفة في مرة كنت صاحية تعبانة ومش قادرة أعمل أي حاجة في البيت، والبيت كان مكركب حرفيا، وبيني وبينك أنا ما بحبش الكركبة، بحس الكركبة بتكركب لي روحي كده. ممكن ما امسحش وممكن ما اكنس كل يوم، بس لازم كل يوم ارتب الشقة. الترتيب بحسه كده بيهديني، بيخليني اكمل يومي حرفيا. يعني مثلا لو انا ورايا حفظ النهاردة مش بعرف احفظ نهائي وانا ورايا سرير منعكش، ودي مش شطارة مني والله يا جماعة، ولا عشان انا ست نظيفة ابدا. هي الفكرة ان فعلا التنظيف والترويق بيدي طاقة للشخص، بيديكي طاقة تعملي اي حاجة، ومش انا لوحدي على فكرة، دي فطرة كل بني ادم فينا. المهم في اللحظة دي انا ما كنتش قادرة اقوم اعمل اي حاجة، فقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلت لنفسي انا ان شاء الله النهاردة لازم ارجع لنفسي واشد نفسي. استعنت بالله وعملت لي قهوتي الحلوة وفتحت لي كده الشبابيك بتاعت الشقة، وحاولت ان انا انضف ركن واحد بس، مش البيت كله، ركن واحد بس. وبعد ما خلصت الركن ده قعدت، والله وقتها حسيت ان ربنا هون عليا. عارفة لما تكوني تعبانة قوي وتكلمي واحدة قريبة منك جدا وبتحبك وبتحبيها، ايا كان بقى صاحبتك اختك ايا كان، المهم تكلميها في التليفون وتقولي لها انا تعبانة قوي ومحتاجالك ان انت تيجي تساعديني في حاجة، فتلاقيها اصلا ما ادتش فرصة ان هي لسه تتكلم معاكي وراحت قفلت التليفون وجاتلك على طول.
ولما جاتلك حاولت بكل الطرق إنها تحسسك إنها معاكي وإنها تساعدك، ومشيت من عندك وانت حاسة إن طاقتك رجعت وبقيتي أحسن الحمد لله، ولله المثل الأعلى. ده فعلا اللي أنا حسيته. ربنا جميل قوي ورحيم، لو بس انت قلتي يا رب أنا محتاجالك ما تتصوريش هيعمل معاكي إيه. فليه مش بتطلبي منه؟ المشكلة مش إننا بنتعب، المشكلة إننا بننسى إن ربنا شايف المجهود، شايف الصمت، شايف اللي بنعديه، شايف اللي بنبلعه، وشايف محاولتنا لرجوعنا لنفسنا ورجوعنا ليه. فاللي هيساعدك الفترة دي إنك تكوني متأكدة إن ربنا شايف كل حاجة بتعمليها، وشايف كل وجع انت فيه دلوقتي، وهيهون عليكي إن شاء الله. بس انت أهم حاجة استعيني بالله. من الحاجات الحلوة اللي تقدري تعمليها في الوقت ده إنك اكتبي أي حاجة، جملة، دعوة، ذكرى، أي حاجة مضايقاكي أو مزعلاكي أو مشاعر جواكي اكتبيها. دايما قولي لنفسك أنا مش مضطرة أكون قوية طول الوقت، بس لازم أكون مع ربنا طول الوقت، وارجع لنفسي النسخة الهادية، النسخة اللي بتسمع، النسخة اللي بتضحك، النسخة اللي مش خايفة، النسخة اللي عارفة إن ربنا مش هيسيبها. طب سؤال كمان، ليه الست بتتعب من غير ما تحس؟ بصي، هو ده سؤال لوحده كتاب. ليه الست بتتعب وما بتاخدش بالها؟ وليه تيجي في آخر اليوم وتلاقيها مرمية على الكنبة عاملة زي شكل الفوطة من غير شماعة؟ هقولك ليه. لأن الست ما عندهاش زرار ستوب، هي شغالة طول الوقت، تفكير، قلق، تتبع، مراقبة، تذكير، تخطيط، حتى وهي نايمة دماغها شغالة. أهو ده بقى اللي قالوا عليه في كتاب كان بيشرح الحمل الذهني عند الستات، إن أغلب تعب المرأة ما بيجيش من العمل نفسه، التعب بيجي من التفكير الدائم في العمل. انت طول الوقت دماغك شغالة. يعني الست تتعب من اللي عملته؟ طبعا بتتعب، بس بتتعب اكتر من اللي لسه هتعمله. يعني مثلا هي تسيب طبق في الحوض بس دماغها ما تسيبهوش، الطبق بقى ساكن خلاص في عقلها، واللي وراه واللي بعده واللي المفروض تعمله بكرة، ويا قلبي لا تحزن. غير ان الست بتحس بالفرق، تحس بوجع اللي حواليها، تحس بالجو، تحس بالطاقة، بتحس بالكلام اللي اتقال نص نص، تحس بالزعل اللي محدش عبر عنه، تحس بالحاجة اللي وقعت على الأرض ونطت. هي كده ربنا خلقها كائن حساس، وعشان كده بتتعب. بس تقريبا الحساسية دي جزء من طيبتها وقوتها. عشان كده الست بتتعب من غير ما تحس، لأنها مش بتسمع نفسها، بتسمع الكل، لكن هي آخر واحدة دايما في الصف. بس أحلى حاجة بقى إن ربنا شايف كل ده، وإن شاء الله عمره ما هيضيع عند ربنا. لكن برضو انت محتاجة تفوقي لنفسك شوية، مش عشان أنا حلوة وحساسة وبحس بالناس إن أنا أنسى نفسي. فلو لقيتي العلامات دي في نفسك فلازم تقولي أنا لازم أروح الطوارئ على طول. والطوارئ هي إن انت تجري بسرعة على ربنا، وتفتحي لك كده الشبابيك وتدخلي هوا نظيف وتعملي لك أي مشروب بتحبيه وتقعدي كده شوية مع نفسك. أول حاجة لما تلاقي نفسك بتتنرفزي من حاجات تافهة، زي مثلا إن المعلقة وقعت، أو إن ابنك قال ماما 10 مرات في الدقيقة، أو جوزك جه وسأل الأكل إمتى، وتحس إنك خلاص مش قادرة على الحاجات دي وهتسيب البيت وتمشي. ده مش انفعال، ده إنذار، انت خلاص ما بقيتيش مستحملة أي حاجة حواليكي. تاني حاجة لما تحس إنك حساسة بزيادة قوي بطريقة أوفر، تيجي واحدة تسألك سؤال عادي تقومي معتبرة السؤال ده إهانة شخصية، أو تلاقي إن كلمة صغيرة كسرتك، ده معناه برضو إن رصيد طاقتك وصل للصفر. تالت حاجة لما دماغك تقفل معظم الوقت، تلاقي نفسك ناسية طول الوقت، مش مركزة، واقفة قدام الدولاب وانت مش عارفة انت عايزة ايه ولا جيتي هنا ليه اصلا، او واقفة في المطبخ وانت مش فاكرة انت دخلتي ليه اصلا. رابع حاجة لما تلاقي نفسك ساكتة زيادة عن اللزوم، مش عايزة تتكلمي ولا تبرري ولا تردي، تحس ان في فصل كهرباء جواكي، ده معناه برضو ان طاقتك بتقولك كفاية. خامس حاجة لما جسمك يتكلم قبل لسانك ما يتكلم، طول الوقت صداع، طول الوقت دوشة، نفسك بيتقل، في ربكة كده جواكي، دقات قلبك سريعة، دي مش أمراض، ده جسمك بيقولك اهدي أنا تعبان من جوه. أول ما العلامات دي تظهر اعملي استراحة فورا، شمي هوا نظيف، انزلي تمشي الصبح. أنا ليه دايما بقولكم الصبح؟ لأن الهوا بتاع الصبح ده يا جماعة والله جميل جدا. لو انت بتودي أولادك المدرسة دخليهم المدرسة وانزلي تمشي شوية، أو لف شوية حوالين المكان، مش لازم تروحي البيت على طول. أنا عارفة إن وراكي حاجات، بس الحاجات والله مش بتخلص، فانت لازم تدي لنفسك كده شوية استراحة. كمان ممكن تعملي لنفسك مشروب بتحبيه، ويا ريت لو مشروبات تهدي الأعصاب زي اليانسون والحاجات دي. ومن أهم الحاجات هو الدعاء في الوقت ده، والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وقراءة القرآن.
كل يوم حتى لو 10 دقايق بس تعملي فيهم الحاجات دي، متأكدة بإذن الله إن هيفرقوا معاكي. لكن ما توقعيش حاجة، زي ما قلنا التوجه إلى الله وقراءة القرآن والدعاء. تاني حاجة تشمي كده هوا نضيف وتتمشي شوية الصبح، ولو معرفتيش يا ست تتمشي افتحي الشبابيك وشميلك كده هوا نضيف، أو اقعديلك في البلكونة شوية أو اقفي في الشباك. تالت حاجة اعملي مشروب بتحبيه، وياريت لو مشروب بيهدي الأعصاب، واقعدي وانت بتشربيه، ما تشربيهوش وانت بتعملي أي حاجة تانية. حاجات بسيطة جدا مش هتضيعلك أي حاجة في يومك على فكرة، بس إن شاء الله هتفرق معاكي. طب أنا عايزة أعمل الحاجات دي بس مش عارفة أستعيد الشغف. الكلمة دي لما ناس كتير قوي بتسمعها تقولك شغف، شغف ايه بس؟ فين ده؟ ده احنا بنجري ورا النوم مش الشغف. بس خليني اقولك الشغف ده مش حاجة كبيرة، مش انك تفتحي شركة ولا تعملي مشروع جبار ولا تكوني سوبر وومن، مش شرط يكون هو ده الشغف. الشغف ممكن يكون لحظة صغيرة تحيي قلبك. شوفي، الشغف بيرجع لما اولا توقفي الجري. الشغف ما بيجيش لحد بيجري، بيجي للي بيقف وبيدي كده استراحة لنفسه، بيروق على نفسه، بيحس بنفسه، بيسمع لنفسه. تاني حاجة الشغف بيجي لما تبدلي البيئة، غيري مكان قعدتك، افتحي الشبابيك، غيري ترتيب الكراسي، اعملي يا ستي شمعة، اعملي جو لنفسك. القلب بيشتغل بالجو زي ما اللمبة بتشتغل بالكهرباء. تاني حاجة عشان شغفك يرجع اعملي حاجة صغيرة، مش لازم مشروع، اعملي حاجات صغيرة تديكي إنجاز، زي قراءة صفحتين، اخبزيلك عيش، وضبيلك درج، نزلي الدولاب وارجعي رصيه تاني. اهو الإنجاز الصغير ده بيجيب إنجاز أكبر، ومعاه الشغف هيجي بإذن الله. رابع حاجة قربي من ربنا. ابن القيم كان بيصف القلب بأن هو مركز يمرض ويصح ويتغذى ويتأثر بالخارج، وإذا امتلأ القلب بالله لم يفتقر لشيء من الدنيا. وهي دي فعلا الحقيقة، لما قلبك يبقى مليان الشغف بيطلع لوحده، لأن اللي بيطفي الشغف الفراغ، واللي بيشغل قلبك وحياتك هو الامتلاء بالله. خامس حاجة كافئي نفسك، اعملي لنفسك مفاجأة صغيرة زي شوكولاتة أو مشروب بتحبيه أو لبس أو ريحة حلوة. انت مش ماكينة، انت بني آدمة، والبني آدم بيزهق وبيتعب وبيقوم يدور على حاجة تفرحه. سادس حاجة ما تستنيش حد يشجعك. لو كل واحد هيستنى التاني عشان يشجعه وياخد بإيده الحياة مش هتمشي ومش هينفع كده. أنا عارفة إن بيفرق جدا إن يكون معاكي حد بيشجعك وبيعينك بعد ربنا طبعا. طب أنا دلوقتي مش معايا حد، حتى لو معايا حد هيشجعني مرة 2 3 وخلاص، بعد كده ممكن ما يكملش. فلازم انت اللي تشجعي نفسك عشان تحسي انك فرحانة ومبسوطة. وكمان حطي في دماغك ان محدش هيخاف عليكي اكتر من نفسك، ومحدش هيكون عايز الخير ليكي اكتر من نفسك بعد ربنا طبعا. وفي الاخر عاوزة اقولك ان احنا مش محتاجين نثبت لحد اننا اقوى ولا اهدى ولا اشطر، احنا محتاجين نثبت لنفسنا اننا مستحقين نعيش براحة، ونستحق ان احنا نحب نفسنا ونديها فرصة تعيد شحنها من غير جلد ذات ولا صراع داخلي ملوش لازمة. خدي بالك ان التعب مش ضعف، وفقدان الشغف مش نهاية، واحتياجك انك تهدي مش رفاهية، دي صيانة دورية. زي ما بتعملي ريست للموبايل لما يهنج، ما تتحرجيش ابدا انك تقولي واحدة واحدة يا دنيا انا محتاجة اتنفس. واهو الكوباية خلصت والهوا دخل والبيت اخد لمسة، لكن اهم حاجة ان انا رجعت لنفسي، رجعت للنسخة الهادية، النسخة اللي بتفهم، النسخة اللي بتضحك، النسخة اللي تعرف ان ربنا عمره ما كان بعيد عنها ولا يوم، دايما معايا الحمد لله وسمعني. احنا بس محتاجين كلنا نهدى ونسمع ونرجع. وبس كده يا حلوين، خلص فيديو النهاردة. اتمنى يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لان في ناس مش بتوصل لها فيديوهاتي بسبب ان هما مش مفعلين زر الجرس. ودلوقتي اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.